بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه هي اخطاء البسبوسة اللي في الصورة ديت؟ الاخطاء هي انه لو ان الانسان خد مقادير من وصفة وراح حاطط عليهم مقادير من وصفة تانية، ده هيبوظ المنتج النهائي. التقليب المستمر للعجينة نفسها او السميد او معاه السوائل بيخليها شكلها عامل زي ما تكون مجلدة، يعني مش مبين اصلا السميد فيها. ليه بقى؟ طب ايه ليه التقليب ده بنقلبه كتير؟ لو احنا حطينا السميد والمكونات التانية في صينية مثلا مفرودة وقلبناه في الصينية، غلط، مش هيعرف يتقلب كويس. وعلشان نقلبه كويس هنضطر نقلبه كتير، وما هنقلبه كتير هيطلع الموضوع مش مظبوط يعني. بعد كده المقادير بقى كلها لازم تنضاف مرة واحدة على السميد. ما اقدرش بقى احط انا العسل واستنى 5 دقايق لغايه ما اجيب السكر وبعدين ما اعرفش احط ايه تاني، هيكون العسل ده كلكع لوحده وراح مكلكع في السميد. فطبعا برضو ده هيضطر الانسان ان هو يقعد يفك الكلاكيع وبعدين بعد كده يقلب تاني وهكذا. هو ده بالظبط اللي بيسبب انها تبقى مجلده. وخسارة مع الأسف الزبدة وكل المكونات اللي هي فيها. هو طعمها مش هيبقى وحش قوي يعني بس يعني مش ده الطبيعي، يعني الناس هتاكلها والحمد لله برضو، بس مش هو ده اللي احنا عايزينه، مش هو ده الطبيعي. جربت زي ما هم قالوا في بعض الوصفات ان انا هسيبها بايته ومش هسيبها بايته. انا بصراحه ما لقيتش اي فرق يعني في المنتج برضو النهائي. يعني تتاكل بعد ما تبرد وخلاص. آم، بعد كده درجة الحرارة كانت من 200 ل 220. في ناس بيقولوا 200 وفي ناس بيقولوا 220، ولكن لابد بقى في تسوية البسبوسة ان انا افتح الفرن كل شوية بعد ما يحصل الحروف بتاعتها تبتدي تحمر. افتح الفرن واشوف ايه هو الوضع، وبعدين بعد كده علشان بعد كده تبقى متساوية في التسوية، ثم بعد كده افتح الشواية وبرضو اقعد اقلب فيها على اساس ان هي، لان دي صينية كبيرة، على اساس ان هي تستوي من كل الاركان يعني. بس يعني البسبوسة هي السهل الممتنع ودي أكلتي المفضلة، ولكن الأخطاء اللي بسيطة جدا ديت اللي الإنسان مش بيكون عارف حصلت إزاي بتخليه يفقد الأمل فيها يعني تماما يعني. ولكن الموضوع سهل وبسيط، وإن شاء الله تعجبكم، وكل عام وإحنا بخير.